صباح الخير عليكم الزينات، كي راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير تشاهدوا في هذا لا فيديو. اليوم جيتكم بهاد الحلوه هذه اقتصاديه في متناول الجميع. حلوه هذه صابلي محشيه بالتمر. صابلي هذا بدون بيض، ما فيهش البيض، وحاجه سهله و كما راكم تشوفوا. دوك نوريكم الوصفه. تبعوا معايا. هنايا شوفوا، هنايا نوريكم عجينه الصابلي بلا البيض. هنا عندي 125 غرام المارغرين. نزيد لها زوج مغارف كبار تاع السكر. اللي ما عندهاش الميزان، هذاك المارغرين تاع 250 تقسمها على زوج ودير النص تاعو. هنا كما كتشوفوا راني زدت زوج مغارف تاع السكر الناعم. وهنا عوض ما ندير البيض، هنا درت زوج مغارف عسيله، يعني ماشي ما يكونش عسل ثقيل، يعني هذا عسل اللي درتو مخدوم في الدار. لا الوصف. العجينه هذه هايله بدون بيض. ديري زوج مغارف عسل تجي هايله. وانا شوفوا كيما هاد الطوابع هادو اللي درتهم، كاين يعني اشكال الطابع اللي كيما يقولوا الطابع اللي عندك تقدري ديريه. وهنا نخلطوا السكر والزبده والعسل، نخلطوهم مليح. معليش يعني ديري بيدك بات، هنا ما تسحقيش الباطير. هنا راني خلط كامل بيدي حتى تشوفي تشوفي السكر والعسل كامل دخل في الزبده، وتبداي ديري في الفرينه. هنا راني نضيف غير بشويه. وهنا ما درتش كما نقولوا ما درتش الخميره كيميائيه، باش علاه باش هذاك الاشكال هذوك تاع الصابلي ما يتغيرش، الشكل تاعو ما يتغيرش، يقعد هكذاك كيما راه يخرج شباب. وهنا كيما راني جمعت العجينه، شوفوا كيفاش راهي تكون طريه وشاده روحها. هنا شوفوا كيما دوك نديرها في بابي فيلم ونخليها واحد 2 دقائق 5 دقائق هكذاك تشد روحها، ومن بعد نبدا نخدم فيه. هنا كيما راكم تشوفوا درت الغرس. هنايا عجينه التمر. هنا زدت لها غير شويه المارغرين شويه الزيت. هنا لازم تطروها مليح باش تخرج طريه، باش كي تطبعي تقطع لك. هنا كيما راكم تشوفوا حليتها. زيدوا لها، انا زدت لها قرفه كيما شفتوا في العجينه، ما درتش لافاني خاطش العجينه تاع التمر درت لها القرفه، ما نحبش نخلط بين قرفه ولافاني. وهنا راكم تشوفوا هنايا خرجت العجينه حليتها. هنا نحلها مليحه شويه رقيقه. نحل عجينه تاع عجينه بيضاء وعجينه تاع التمر، نحلهم كيف كيف ونبدا نطبع. نتوما الطابع اللي عندكم تقدروا ديروا. شوفوا هنا داك الطابع درت له شويه فرينه باش ما يلصقش، باسكو هذوك لي موتيف كي تكون عجينه بزاف طريه ولا يقدر يلصق. هنا باش ما يلصقلكش انا نرشهم مليح بالفرينه هكذا ونبدا نطبع. انا بديت بهاد الطابع هذا الكاري هكذا تطبعوا هكذا، ومن بعد ديروا على عجينه التمر. شوفوا مليح في الصوره هكذا نطبع، يعني راح يلصق وحده بلا ما هكذا. ندير العجينه ونزيد فوق معاها عجينه التمر ونعبز مليح باش يخرج لي هذاك الديسان تاع الطابع هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيد نطبع في العجينه بيضاء ونلصقها من تحت، يعني تجيني العجينه بعد عجينه التمر في الوسط ومن الفوق العجينه. شوفوا كيما هنايا راح نديرها من تحت كما راكم تشوفوا في الصوره هكذا. شوفوا كيفاش يخرج صابلي محشي بالتمر، يعني حاجه سهله واقتصاديه، ما كان ني لا كريم ني والو. شوفوا هنايا، هنا بديت بهذا الطابع الكاري ومن بعد درت الطابع هذاك الاخر
دوك تشوفوه هذاك اللي عجبني وكملت بهذاك. راح نوريكم مرة تانية. شوفوا هنا نطبع العجينة ونرفدها، ما نخليهاش نرفدها مع الطابع هذاك، ونعاود نطبع في العجينة تاع التمر كما راكم تشوفوا هكذا. هكذا لازم يكون لاصق معاه. ومن بعد نعبز مليح على الطابع هذاك باش يخرج لي الرسم هذاك الرشام هذاك كما راكم تشوفوا هنايا. انا كما قلت لكم لازم ديروا الفرينه في الطابع هكذا باش تمتم يخرج لكم هكذا. هكذا دوك نزيد تانيك نطبع العجينه يجي من تحت. شوفوا هنايا هكذا. العجينه ديما ديروها فوق الساشي باش تجيكم عمليه سهله هكذا. هكذا يعني راح تلصق وحدها كي طيب تلقاوها لاصقه هكذا. وانا دوك كملت بالطابع الاخر. دوك نوريكم هذا عجبني بزاف. انا كي بديت بهذاك المربع كملت هذا اللي عجبني، خرج هايل. ميم الرشام تاعو خرج شباب. شوفوا هنايا نديرو نفس العمليه، نطبع في العجينه من بعد نزيد عجينه التمر ونزيد تاني عجينه، نخلو عجينه التمر تجي في الوسط. يعني عجينه هذه هايله، تجي تدوب في الفم، لا تجي تدوب في الفم بلا البيض وغير 2 مغارف العسل تخرج لكم هايله. هاي لك هنايا دوك طبعت هذا المول. شوفوا المول هذا شحال شباب. شوفوا من الفوق شغل لا كيش يقولوا مارغريت هذيك خرج لي هايل. هذا موديل هذا شحال شباب بزاف. وهنا نزيدو فوق العجينه هكذا ونحطوها من تحت. انا كملت كاع هاد الطابع هذا عجبني بزاف، كملت بهدايا. شوفوا شحال الشباب، حاجه سهله واقتصاديه. ميم في العيد تحطوها ولا الشباب بزاف، شباب وبنين هكذا. كما نقولوا هذا الوقت كلش غالي، حاجه تمر ماهوش غالي بزاف. شوفوا هنايا بعد ما كملت بعتهم كامل. شوفوا شحال يعني موديل هايل. وهذا المول هذا فيه 2 موديل، فيه هذا جاي فيه الخطوط من الفوق جاي شباب بزاف. شوفوا شحال شباب هكذا. شوفوا التمر في الوسط يعني هايل، وصفة اقتصادية وشابة بزاف. هنا دوك راح ندخلهم في الفرن، يعني ما يطولوش، واحد 10 دقائق هكذا. شوفوا هنايا هم طابو، حمرتهم شويه من التحت شويه من الفوق، شعلته من التحت ومن بعد حمرتهم شويه من الفوق. شوفوا يعني شحال شباب، حاجه سهله واقتصاديه والله ما تشدش كاع الوقت. وهنايا بعد ما طابو شوفوا يعني شحال الموديل الشباب كما راكم تشوفوا، يجوا شويه محمرين ويذوبوا في الفم. لا الوصفه ما شاء الله، نجربوها في هاد العيد ان شاء الله. شوفوا هنايا كيف التمر كيفاش راه يبان. المول هذا جاي كي الورده. ان شاء الله تكون عجبتكم. ودوك تشوفوا كي نقسم لكم حبه هايله، حاجه سهله ولا غير درتها من با ربع ساعه كملتها. شوفوا هنايا دوك نوريكم نقسم لكم حبه تجي تذوب في الفم وتجي بنينه، عندها يعني الذوق تاع كيما كاع كالنقاش، يعني يجي الذوق تقولي كي تاكل كاع كالنقاش، وهو صابلي بدون بيض. هنا دوك نوري لكم نقسم لكم حبه وتشوفوا القوام تاع الحلوه هذه. شوفوا هنايا كاين موتيف هذا فيه ديتخي والاخر جاي في السامبل، يعني الصوره ما عطاتش حقها ماهوش يبان مليح. شوفوا هنايا كي قسمتها والله غير تقسم وحدها تذوب في الفم وبنينه.
مع قهوة حليب. باش نقولكم ما شاء الله. شوفوا، ما حتى في رمضان كاين في السحور اللي يحبوا يشربوا قهوة حليب، هذا مليحة وحاجة حاجة تمر، تجي هايلة وبنينة. شوف كيفاش يتقسم وحده. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو تاع اليوم، والحلوة تاع اليوم اقتصادية في متناول الجميع، ونخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.